الانيق او شقيق الانيق، هو ايضا انيق بس لا يزعل مني، يبغى له فتره طويله علشان يوصل الى مرحله الانيق ولا لا؟ قريب انت من خالد مسعد ولا بعيد شويه؟ قريب بالاخوه وقريب بالقلب وقريب بكل شيء ان شاء الله. والمستوى ان شاء الله باذن الله نقرب ان شاء الله باذن الله. طيب نحاول نقرب. طيب تفضل. اول شيء احب امسي على الاستاذ سلمان المطويع في الاستوديو، والكابتن خالد قهوجي والكابتن فهد الكلثم. نعم. واقول لهم ان شاء الله باذن الله مباراه ممتعه ان شاء الله اليوم، وتشاهدونا من الطرفين ان شاء الله. يبغى له اليوم خالد قهوجي في الوسط اليوم ها؟ والله خالد عاد شهادتي فيه مجروحه، حبيبنا كلنا هذا عاد. طيب غياب محمد مسعد اليوم عن مباراة اليوم بالتأكيد ما نبغى نقول هي مؤثرة ولا نقول مش مؤثرة، لكن في النهاية يبقى خالد أو محمد مسعد عفوا يعني لديك حضور أكثر من ممتاز خصوصا المباريات الأخيرة في مباريات الأهلي. والله طارق محمد مسعد واحد من ضمن 11 لاعب. يعني الفريق الكبير والفريق اللي دائما يسعى للانتصارات ما بتأثر بالنقص، في عناصر كثيرة موجودة بتحل هذا الغياب أنا أشوف إنه جدا ليس مؤثر على الفريق، وإن شاء الله بإذن الله راح تشاهد اليوم المباراة، راح تشاهد كيف راح يأدوا العناصر الموجودين في أرض الميدان، وإن شاء الله من عبر هذه المباراة إن شاء الله راح نتأهل للدوري الأربعة إن شاء الله يا رب. تقول هذا الكلام لأنك فايز ب3 ولا تقول هذا الكلام لأنك أنت عندك اعتبارات ثانية؟ لا نحن صراحة طارق تعهدنا من بعد مباراة الذهاب قبل لا نرجع إلى جدة، كنا متعهدين إنه نكسب هذه المباراة ونتأهل من جدة قبل لا تصدر أي قرارات يعني من لجنة الانضباط، وإن شاء الله بإذن الله نحن قادرين. يعني صراحة فريقنا يمتلك عناصر جدا كويسة، بس إن شاء الله كل ما تعاملوا مع المباراة بشكل كويس صدقني إن شاء الله المباراة في مصر. هذا الكلام اللي أنا أبغى أوصل له، يتعاملوا بشكل كويس، هذا كلام إنشائي كابتن، لكن على أرض الواقع كيف ممكن يطبقونه؟ أكيد بيطبقونه بالشيء اللي تدربوه خلال الأسبوعين اللي فاتت، الأشياء اللي طلبها منهم المدرب أكيد إنه راح تطبق في أرض الميدان، ونظفر ان شاء الله بنتيجه المباراه. اخر نقطه لو سمحت، شو اكثر ما تخشى على فريقك اليوم؟ الامير فهد بن خالد قال شيء، الامير فيصل بن خالد بن عبد الله قال شيء، انت وش تخشى على فريقك بصراحه؟ والله طارق شوف يعني اغلب المدربين يعني اللي اشرفوا علينا دائما يحذر من اول ربع ساعه واخر ربع ساعه، خصوصا مباراه مثل هذه، يعني انا صراحه احذر من كل 90 دقيقه. شكرا كابتن. عفوا حبيبي الله. شكرا كابتن محمد مسعد.